فيلمنا النهاردة أحداثه كلها بتحصل جوه شقة واحدة، بس الشقة دي كانت شاهدة على أكبر أزمة بتمر بيها البشرية، وكل ده من خلال عيون زوجين حياتهم أصلاً كانت على حافة الانهيار. القصة بتبدأ مع جون ومراته كارين وهم قاعدين في بيتهم عادي خالص، وجون بيسألها عن البقالة. ردها بيكون بارد جداً وكأن السؤال ده خنقها، فبتسيب المطبخ وتخرج. من اللحظة دي بنفهم إن في حاجة غلط بينهم، علاقتهم بايظة وفي جدار صمت بينهم. جون بيقعد يتفرج على التلفزيون وكارين بتقعد على طرف الكنبة. فجأة التلفزيون بيعرض تحذير عاجل، بيقول للناس يبعدوا عن وسائل التواصل لأن في معلومات مضللة عن فيروس غريب انتشر. جون بيتريق وبيقول إنها أكيد مؤامرة من شركات الأدوية علشان يبيعوا علاج وهمي، بس كارين وشها بيبين عليه إنها مش بس قلقة من الفيروس، لكن من حاجة تانية خالص. بتحاول تقول حاجة بس بترجع تسكت. اليوم بيعدي وتاني يوم الصبح الوضع ما اتغيرش. كارين متوترة وجون مش فاهم مالها، وهو داخل الحمام بيسمع صوت غريب في السماء. بيبص من الشباك يلاقي طيارة بتخبط في مبنى قريب والدنيا بتتقلب. صوت صراخ، عربيات إسعاف، هرج ومرج في الشارع. كارين أخيراً بتقرر تتكلم وبتقول لجون إنها عايزة تطلقه. قبل ما يستوعب اللي بتقوله بيشوف طيارة تانية بتخبط في مبنى وشه، والناس في الشارع بتتصرف بشكل مجنون. في ناس بتعض بعض وكأنهم اتحولوا لحيوانات. جون بيرجع البيت بسرعة وبيقول لكارين على اللي شافه، لكنها مش مصدقة لحد ما التلفزيون بيأكد إن في فيروس بيحول الناس لزومبي، والناس المصابة بدأت تهاجم الباقيين. التلفزيون بينصح الناس إنهم يفضلوا في بيوتهم ويقسموا الأكل والشرب اللي معاهم علشان مش معروف الأزمة دي هتطول قد إيه. جون بيدور في البيت وبيكتشف إن الأكل عندهم قليل جدا. كارين بتقترح فكرة إنها تروح تفتش شقق الجيران وتاخد اللي تلاقيه، وجون بيبدأ بالفعل وبيرجع بكيس فيه شوية حاجات. كارين لما شافت الموضوع نفع بتتحمس وتقرر تطلع هي كمان، وفعلا بترجع بحاجات كتير، منهم فستان وردي من عند الجارة، مش من باب الحاجة لكن كنوع من الرفاهية اللي نقصاها وسط الزحمة. مع الوقت الاتنين بيتأقلموا على الوضع، بيعملوا شريط بعلامة إكس على الشباك علشان فرق الإنقاذ تشوفهم. جون مش متحمس بس كارين مستمتعة بالتغيير. فمرة بيلاقوا شاشة تلفزيون أكبر في شقة جارهم، فبتقول له يجيبها بدل بتاعتهم. الزوجين بيبدأوا يدربوا نفسهم على الدفاع عن النفس، بيصنعوا مصايد ويجهزوا مولوتوف ويعملوا نظام كامل لحمايتهم. في عز ما هما بيحاولوا يتأقلموا بيسمعوا أخبار إن الحكومة بتحاول تسيطر، وإن الناس لازم تفضل في بيوتها وتلهي نفسها. وفي وسط كل ده كارين بتنهار وبتشرب علشان تنسى. بتتكلم عن مشاكلهم وبتبكي على بنتهم اللي ماتت وده كان سبب خراب علاقتهم. الاتنين بيفرغوا اللي جواهم وبيبدأوا يتكلموا بصراحة. فجأة بيلاقوا زومبي في ممر المبنى وبيترعبوا. جون بيدور على سيجارة بس بيكتشف إنها خلصت. كارين بتفاجئه إنها كانت مخبية مخدرات وسجاير في المطبخ وبتشجعه يشرب معاها. الوضع بيزداد غرابة لما كارين تجيب معاها سلاح. بيستخدموا جون بالغلط وبيزعللها بس بعدين بيتصالحوا. بيقرروا يكملوا في خطتهم، بيعيشوا يومهم على طريقة نهاية العالم. وفي يوم بيخبط عليهم الجيران عائلة أندرسون وبيطلبوا يدخلوا يحتموا عندهم. كارين بتحس إن هم عبء وبتقول لهم يمشوا بس بعد شوية ترضى. العلاقة بينهم بتتوتر خصوصاً بين كارين وإيميلي مرات ليو. الاتنين مش طايقين بعض. كارين بتطلب من الضيوف يساعدوا في شغل البيت وده بيخلي إيميلي تحس بالإهانة. ليو بيكون ممتن بس مراته بتخطط لحاجة تانية. بالليل بيقرروا يهجموا على جون وكارين وهم نايمين. كارين بتسمعهم وبتعمل نفسها داخلة المطبخ علشان تخبز بسكويت، وبتقول لجون إنهم محتاجين يتصرفوا. بتعمل بسكويت بالمخدر وبتديه لإيميلي وليو واللي بيبدأوا يتصرفوا بغرابة. المصيبة إن كارين حطت كل المخدرات في البسكويت وإيميلي وليو بيخشوا في غيبوبة. فجأة ليو بيصحى وبيطلع إنه كان مصاب، وكارين بتقتله وبعديها بتقتل إيميلي كمان. اللي حصل بيرعبهم وبيسألوا نفسهم إذا كانوا اتصابوا هم كمان.
بيرموا الجثث وبيحاولوا يعيشوا بسلام. كارين بتقرر تستمتع بالوقت اللي فاضل وبتدي جون مخدرات، وبيتصالحوا، بيتكلموا عن حياتهم وبتقول له إنها عايزة تتبنى طفل لو عاشوا، وجون بيعترف بحبه، بيقترح يعملوا موعد رومانسي في الصالة. بيولعوا شموع وبيتكلموا عن ذكرياتهم وعن الألم اللي عاشوه بعد موت بنتهم. جون بيقول إن السعادة بتتقاس باللي معاك مش اللي مش معاك، وإنه عايز فرصة تانية. بيرجعوا أوضتهم، بس فجأة بيخبط حد على الباب، وبيطلع عصابة مش فريق إنقاذ. بيثبتوهم وبيحاولوا ياخدوا منهم كل حاجة، وواحد منهم بياخد كارين لكنها بتقتله بالسكينة، وجون بيقتل الباقيين. بيرموا الجثث للمرة التانية. بعد شوية بيسمعوا طيارات إنقاذ وبيحاولوا يوصلوا ليها، لكن الممر مليان زومبي. بيرجعوا بسرعة وكارين بتقول لجون إن الزومبي عضها. جون بيصمم ما يستسلمش، بيخليها تشرب من دمه بدل ما تاكل لحم، وبيقنع نفسه إن لسه في أمل. بيقعدوا سوا وبيتكلموا عن احتمالية إنها حامل، وده ممكن يبقى أمل جديد. بالليل كارين بتسيب له رسالة وبتقول له إنها بتحبه، وإنها عارفة إنها بتتحول، وبتطلب منه ينهي حياتها. جون بيدخل الأوضة يلاقيها متكتفة نفسها علشان ما تأذيش حد ومستعدة للمصير. لكن قبل ما يعمل أي حاجة باب الشقة بيتفتح، وبيكون فريق الإنقاذ أخيراً وصل. بيدخلوا وبيلاقوا منظر عمرهم ما شافوه. جون وكارين اتحولوا لزومبي، بس مش بيهجموا، قاعدين جنب بعض مكتفين نفسهم. فريق الإنقاذ مش بيرحم وبيضرب نار على كل مصاب، وبيخلص الفيلم على صوت الطلقات. نهاية حزينة لزوجين حاولوا بكل طاقتهم ينقذوا حبهم وسط نهاية العالم. ولحد هنا بتنتهي أحداث فيلمنا النهاردة. استنوني بقى في فيديوهات وملخصات جديدة على قناة ريكاب تريجر، وصدقوني اللي جاي هيكون أحلى وأغرب وأكتر إثارة. لو لسه ما اشتركتوش في القناة انزلوا دلوقتي دوسوا على زر الاشتراك وفعلوا الجرس علشان توصلكم كل الحكايات.